يا شعب العراق، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. أقول لهم: اعلموا أن النصر مع الصبر، اعلموا أنكم أبناء الحسين، أنتم أبناء الحسين، أنتم أبناء علي بن أبي طالب الذي قتل عمرو بن عبد ود في غزوة الخندق، أنتم أبناء الصحابة الكرام، أنتم أبناء المجاهدين الأبرار، أنتم أحفاد الحسين عليه السلام. لذلك قولوها وارفعوا بها أصواتكم، قولوها كما قالها جدكم الحسين: هيهات منا الذلة. نعم والله، إنها كلمة تكتب بمداد الذهب، قالها وصاح بها: هيهات منا الذلة، ونحن نقولها وشعب العراق يقولها، وسينتصر بحول الله وقوته على هؤلاء الذين لا يعرفون عن الدين شيئا، هؤلاء الذين ما رحموا الأطفال ولا اليتامى ولا السكالى، هؤلاء الذين أمزجوا الدماء الطاهرة بماء دجلة والفرات، هؤلاء الذين يقتلون بلا سبب وبلا ذنب، إنما يقتلون من أجل دنيا. ونحن نقول للدنيا: يا أيها الدنيا أصيحي واشهدي، يا أيها الدنيا أصيحي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. أما الرسالة الثانية أقولها لأبطال الحشد الشعبي، وإن كانت هي الرسالة الأولى، لأن الحشد هو الشعب والشعب هو الحشد، لكن أقول لأبطال الحشد خاصة: اعلموا إن أشرف ما يقدمه العبد إلى ربه دمه. هذا الدم يقدمه الإنسان قربانا إلى الله سبحانه وتعالى من أجل الحفاظ على الأرض الطيبة، على أن هذه الأرض المؤمنة أرض يوحد فيها اسم الله، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. نعم، العراق بلدي، ومصر بلدي، اليمن بلدي، كل البلاد الإسلامية والعربية بلادي، إنها بلادي، وطن واحد، لأن الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا.